السلام عليكم احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. واليوم جبت لكم واحد لاطه ديال الفرن ديال الحوت كتجي غزاله. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه. كما كتلاحظوا معايا هنا عندي القزبور ومعدنوس والثومه، وكنضيف عليهم الملح وكندقهم مزيان اولا نطحنوهم، يعني اما نطحنوهم بحال الطحن الكهربائي اولا ندقوهم هكا، المهم حتى كيتنسجم العناصر. هنا كنجيب واحد الاناء كندير فيه القزبر ديالنا كما قلت لكم، المعدنوس والثومه. عندي الثومه هنايا درت واحد 3 ديال الدريسات. عندي معلقه ديال الكمون صغيره عمرها مزيان، معلقه كذلك ديال الهريسه، عفوا الفلفله حمراء عمرها مزيان، وعندي نص معلقه ديال الهريسه. كنضيف هنا واحد نص كاس ديال الماء على التوابل. عندي هنا واحد 2 حبات ديال المطيشه محكوكين، كنضيف عليهم شويه ديال التتبيله اللي حطها على جنب كما كتلاحظوا معايا. وغادي نضيف كذلك زيت العود، واحد 4 كاس ديال زيت العود، وغادي نحطها على النار حتى طيب لي لاصوص ديالي. هنا كما كتلاحظوا معايا هذا الشطون اللي غسلته وحيدت له العظم والشوك. هنا كنجيب اللاطه اللي غادي ندخلها للفرن وغادي نشكل السمك ديالي بهذه الطريقه، ندورو مع اللاطه كامله. يعني كتجي هاد الوجبه عفوا غزاله وسهله، وفي نفس الوقت يعني كتستافد من فيتامينات ديال السمك كامل، حيت في الفرن حسن ما يتقلى في الزيت. كما كتلاحظوا معايا كنشكلو بهذه الطريقه. هنا كنزيد واحد عصير ديال نصف حامضه على ديك التتبيله ديالي، وكنديرها في السمك هكايا، كنحاول ندهنو مزيان. هنا كنجيب البطاطا اللي سلقتها قبل، قطعتها وسلقتها قطع دائريه وسلقتها، كنحاول نقادها بهذا الشكل، وكنضيف عليها لاصوص اللي طابت، وكنولي نسد هذاك السمك ديالي بهذه الطريقه. كنحاول نغطيها كامله مزيان. هنا كنضيف عليها التتبيله اللي بقات لي، ندير على الوجه ديال السمك بحال بهذه الطريقه هذه. راه قلت لكم هاد الوصفه كتجي غزاله اكثر من رائعه، اللي عاد تجربها ما غاديش تبقى تستغنى عليها. انا درت واحد قطع ديال الحامض، وغادي نرش واحد رشيشه ديال الزعتر كيجد واحد اللوغو خطير في الحوت، والازير حتى هو. وغادي ندخل الصينيه ديالي الى الفرن وبالصحه والراحه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف